السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى طالع أتكلم في حاجة مهمة جدا، هي تجربة جون إدوارد. جون إدوارد طبعا عامل طفرة جوه نادي الزمالك، لكن تجربة جون إدوارد حد يقدر يحكم عليها دلوقتي؟ لا. باختصار شديد، لا مقدرش أحكم. أنا جايب مدير فني جديد، جايب 10 لعيبة في انتدابات الصيف دوت. أكيد. آه، زي ما قلت هيعملوا طفرة مع نادي الزمالك، لكن الحكم على التجربة دلوقتي شايفه حاجة بدري قوي 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 قوي. طيب، في ناس بدأت من بدري قوي إن هي تنتقد التجربة دي، وكان أقصد طبعا الخطر الأكبر على التجربة دي. أقصد ولاد النادي. انت ليه جايب عبد الناصر محمد؟ الزمالك فيه كوادر قوية جدا، الزمالك مش عارف فيه ايه القصص دي كل ده على سبيل المثال يعني. والله انا اشتغل باللي استريح له، باللي اثق فيه. يعني لما الزمالك انتوا بتتكلموا الزمالك فيه كوادر قوية جدا، كانت فين؟ الزمالك بقاله 4 سنين ما بيشاركش في بطولة افريقيا، انتوا كنتوا فين؟ انا عايز اقول بس لاولاد نادي الزمالك ان نادي الزمالك هو اللي عمل اسمكم. نادي الزمالك هو اللي خلى الناس تعرفكم. انتوا اشتغلتوا في نادي الزمالك وكسبتوا منه، وجه الوقت اللي تردوا فيه ده لنادي الزمالك. طب ارد ده ازاي؟ يعني انت عايزني ادعم التجربة عمياني كده؟ والله الراجل ده كويس اشكر فيه، وحش اشكر فيه؟ لا، انا ما بطلبش منك كده. انا بقولك اني بدري قوي ان انا احكم على التجربة دي، بدري قوي. طيب المؤشرات بتقول ايه؟ المؤشرات جيدة جدا، جيدة جدا. الراجل ده عمل 10 صفقات، رجعك تتعامل مع أندية مصرية زي زد مثلا. انت خدت منه محمد اسماعيل بالرغم من ان بيراميدز قدم عرض اعلى منك ب15 ألف، في 15 مليون جنيه، لكن انت قدرت تاخد محمد اسماعيل. آه، الراجل ده طبعا يحسب له حسم صفقة خوان ألفينا. الراجل ده كان رايح اسبانيا، دوري الدرجة الأولى الأسباني، ليجا إيه. لكن أنت بمهاراتك التفاوضية قدرت تجيب الراجل ده. جايب 4 لعيبة من أوروبا زي ما بقول، جايب لعيبة من مصر مميزين جدا، قدر إن هو يخلص تجديد عبد الله السعيد. عمل حاجات كتيرة جدا تحسب له. طيب انت بالنسبة لي كواحد بقى من ابناء نادي الزمالك اللي اشتغلتوا كتير قوي جوه النادي وما حققتوش حاجة، سيبوا الفرصة لحد تاني يشتغل. بس كده لا، قل خيرا او لتصمت بقى، او اسكت شوية، استنى. ادي التجربة دي فرصة ان هي تمشي شوية، ونشوف بعد كده نبدأ نشوف ايه ايجابياتها ايه سلبياتها، تكمل ما تكملش الكلام ده كله. لكن ان انا اطلع اهاجم من اجل المهاجمة، لا. انا بقول لك ان الناس الجماهير، نبض الجماهير بتقول ان في فرح، في تفاؤل بجون ادوارد، باللعيبه اللي جايبها، بالكلام ده كله. لا، الناس متفائله، الناس متفائله. الراجل بيشتغل في سريه تامه، في تكتم شديد، محدش يعرف مين اللي جاي. لغايه امبارح ما كناش عارفين مين ال الوينج اللي جاي في نادي الزمالك، محدش يعرف. ده 10/10 شابوه. قبل كده طبعا احنا عارفين كان نادي الزمالك ماشي ازاي وبيدار ازاي والقصص فيه ماشية ازاي. الراجل عمل تغيير، عمل تغيير مليون في المية، عمل تغيير. حتى في من النقط اللي تحسب له لما اتفق مع تيدي اوكو واللعيب غير رأيه، وسبب فشل صفقة تيدو اوكو رواسب من اللي فات، مش ذنب جون ادوارد.
مش جون ادوارد اللي راح جاب الجفالي وأيده من غير ما يتم عليه كشف طبي. مش جون ادوارد اللي راح عمل عقد لسيف الجزيري الموسم الاول ب$700,000 والموسم الثاني ب$750,000. انا اعلى لاعب جايبه مش مديله $350,000. يعني سيف الجزيري بياخد ضعف اللي بياخده اي لعيب من اللي انا جايبه. طيب انا عايز اسوق سيف الجزيري، سيف الجزيري يقول لك اديني اللي انا هاخده هنا وانا امشي. الراجل ملوش ذنب، يعني حتى المشكله اللي كان واقع فيها مع تيدي اوكو ما كانتش ذنبه. انا مش عارف اخرج لاعب من الاجانب اللي انت جايبهم لي، من اللي انا ما استفدتش بيهم. ومع ذلك لما جبت تيدي اوكو الراجل غير رايه. إيه حصل التسويه والزمالك خد $200,000 من حاجه زي كده، لان انت بقى في واحد يقدر يجيب حقوق الزمالك التعاقديه في الحالات اللي زي كده. طبعا من سنه الله يرحمه كان ارون بوبنزا جه وغير نفس الحاله، لكن انت ما عرفتش تاخد منه ولا حق ولا باطل. الراجل راح لعب في ستيوا بوخارست وراح الصين وتوفى هناك الله يرحمه، لكن ما كانش في حد يعرف يعمل تعاقدات بالشكل الاحترافي اللي جون ادوارد عمله. طب الراجل ده لما بدأ يشتغل يا جون احنا عايزين نصلح ونعمل ونسوي والكلام ده كله. ايوه طب هبدأ بإيه؟ دوروا له في جيوبهم كده، امسك ال2000 جنيه دول اشتغل بيهم لغايه لما نشوف لك فلوس. لا يا جماعه ما ينفعش ال2000 جنيه دي. طب خد الموبايل ده بيعه وتصرف في ثمنه وكمل. والله يا جماعه برضه ما يكفي، بس الراجل اشتغل. الراجل اشتغل والراجل المؤشرات زي ما قلت بتقول انه الناس متفائله بيه جدا، وان الفرقه القماشه بتاعتها اتغيرت. وعلى فكره فرقه الزمالك ما كانتش ضعيفه السنه اللي فاتت، والدليل ان انت خدت بطوله السوبر الافريقي وخدت كاس مصر. ممكن الناس تقول لك اصل بطوله السوبر الافريقي ده ماتش واحد وكسبانه بضربات الجزاء، بس بلاعب الاهلي بسكواد قوي. كاس مصر، كاس مصر يا جماعه مين بيقول ان كاس مصر بطوله ضعيفه؟ بلاعب في النهائي بطل افريقيا، بلاعب بيراميدز. ناس تقول لك اصل انت ما كنتش بتلعب بيراميدز بكامل اللعيبه بتاعته. هو ما كانش فيه، مش موجود غير فيستون مايلي، باقي الفرقه كلها كانت بتلعب. الكارتي وبلاتي توريه والشيبي والفرقه كلها كانت بتلعب. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا دعمت بشكل كويس جدا. الفرقه كانت واقفه على رجليها، في هيكل اساسي للزمالك انا كملت عليه بلعيبه انا شايف ان هم بروميسنج جدا، يقدروا يعملوا الاضافه لنادي الزمالك. فيهم 4 زي ما قلت لعبوا في اوروبا، ودي ليها معنى. يعني انا كررتها لان اقصد مش اي حد يقدر يلعب في اوروبا. طب رجعوا ليه؟ شطاره تعاقديه. محدش يقول لي اصله رجع لانه وحش، لا شكرا ما تتكلمش. لعيب زي خوان بطاطا ده كان رايح اسبانيا، انت علشان شاطر تعاقديا عرفت تجيب لعيب زي ده، ان شاء الله هيضيف. شيكو بنزا ان شاء الله هيضيف. ادم كايد نفس الشيء، هدي الدباغ نفس الشيء، جايب موهبه مغربيه عاليه جدا. عبد الحميد معالي لعيب عالي جدا، جايب لعيبه بروميسنج جدا مصريين، احمد ربيع، احمد شريف، عمرو ناصر، محمد اسماعيل، جايب المهدي سليمان. فانت عايز ايه تاني؟ الناس اللي هتبدا تهاجم التجربه من دلوقتي، انتوا عايزين ايه؟ جايب ناس كلها جعانين كوره بما فيهم المدرب، اللي انا يمكن متخوف شويه من اسلوب لعبه، لان اسلوب لعبه هجومي يعني اعمى، بيهاجم بشكل مش طبيعي، بيعتمد طول الوقت انه يلعب هاي لاينز، ضغط عالي على الفرق اللي قدامه. فالتحولات على الزمالك هتبقى في منتهى الخطوره، وده ظهر في المباريات الوديه. ممكن حد يقول لي المباريات الوديه مش مقياس، بس انت بتلعب مباريات وديه جبت فيها 10 اهداف، دخل فيك 9 اهداف، ده رقم كبير ومش من فراغ. كل الناس اللي شافت الماتشات الوديه بتاعت الزمالك بيتكلموا ان التحولات على الزمالك هتبقى في منتهى الخطوره. انت هيبقى في فرق بتلعب كوره كويس جدا، في دلوقتي الاهلي طبعا، بيراميدز طبعا، سيراميكا طبعا، المصري طبعا،
مودرن عامل فرقة كويسة جدا، زد مش عايز انسى حد، بس ده تخوفي الوحيد يانيك فريرا. لكن غير كده انت كل الخطوات، كل الملفات اللي انت مشيت فيها لا شابوه. حتى لما بتتكلم انت ما نجحتش في ان انت تجيب باك رايت، رايح اجيب انا في كلام دلوقتي مع اللعيب الكيني الباك رايت بتاع منتخب شباب كينيا. الراجل كان هنا في البطولة الأخيرة في شهر مارس اللي فات، كان مكسر الدنيا. فأنا لسه ما خلصتش. فأرجو أرجو أرجو إن ما نتسرعش في الحكم على آه، تجربة جون إدوارد. أتمنى من ولاد نادي الزمالك إن هم لو فعلا ولاد نادي الزمالك ادعموا التجربة دي وقفوا مع الراجل ده لآخر نفس لآخر لحظة. بس كده، شكرا.